السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار صالحي. قانون إعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها الشرعيين. تداعيات هذا القانون: إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قرارات لجنة شؤون الشمال، آلية تطبيق هذا القانون، من المتضرر، كيفية تعويض المتضررين. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة من برنامج بصراحة. الشيخ نصير الجبوري أحد وجهاء العشائر العربية، حياك الله وأهلا وسهلا بك. وأيضا الشيخ نجاة الطلباني ممثل الفلاحين الكرد في كركوك، حياك الله وأهلا وسهلا بك الشيخ. خليني أبدو وياك الشيخ نصير. الكل ترقب وشاهد أنه البرلمان العراقي صوت على قانون إعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها الشرعيين، وطبعا هنا راح يكون إلى تداعيات كثيرة في محافظة كركوك، خاصة أنه قد يكون 90% يخص الكرد والتركمان، سوف تعود أراضيهم على حساب العرب الساكنين في هذه الأراضي. التخوف العربي الموجود. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هذا الموضوع، موضوع إعادة الأراضي، طبعا موضوع كلش معقد، وأنا أقول بصراحة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هذه فتنة عظيمة وفتنة كبيرة، وستجر البلد أو الشعب أو المحافظة إلى تداعيات لا يحمد عقباها، لأن هناك متضررين من العرب سوف يكونون وبأعداد كثيرة جدا. فما من المعقول بيوم وليلة تجي تاخذ الأراضي وانت صار لك 50 سنة عايش وقاعد وساكن بهذه الأراضي، وتجي بساعة يقول لك شيل قراضك واطلع من القاع. هذه طبعا أنا أشوفها قرار مجحف بحق العرب، وقرار غير صائب، وقرار يعني هذا القرار طرح في البرلمان وصوت عليه، ولكن حتى طريقة التصويت اللي صار بها هذا القرار طبعا هي طريقة غير صحيحة، لأن صار تصويت على حزمة قرارات من ضمنها هذا القرار. نعم. فما ماكو هنا يعني هناك آلية لترتيب هذا الأمر. شيخ اكو نقطة مهمة، ما هي اكو هناك راح يصير يعني تعويض، والهاي الأراضي راح ترجع إلى أصحابها، بالتالي كل ما ذي حق راح ياخذ حقه. أستاذ عمار، التعويض هو حتى من صار قانون الإصلاح الزراعي، نعم، وقانون الإقطاعيين، من كان واحد يفلح في بال 58 صار عهد عبد الكريم قاسم، وصار الأرض لمن يفلحها أو لمن يزرعها. نعم. استصلاح صار بالأراضي، والناس عاشت على هذا الأساس من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم. أولا الدولة ما عندها إمكانية تعوض هذه الناس، وهذا الناس يعني تدري راح يصير أعداد كبيرة كلش. يعني أنت عندك 12,000 فلاح راح يتضرر من هذا الأمر، عندك بال 360,000 دونم متضرر من شمال الدبس إلى جنوب داقوق. هذه الأراضي كلها بيوم وليلة تروح، ما من المعقل يعني راح تصير اضطرابات وراح تصير مشاكل قوية جدا، والدولة بغنى عن هذه الأمور. نعم، خلينا نشوف وجهة النظر الأخرى. شيخ نجاة، فتنة نائمة، هذا القانون أيقظ هذه الفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحييك أستاذ عمار، وأحيي العاملين في قناتكم، وأحيي الشيخ نصير، وأتشرف بلقاء في هذا البرنامج. الفتنة ما أظن أن هاي فتنة، يعني عقب تاريخ 51 سنة ظلم وقع على آلاف المؤلفة من العوائل من العشائر الكردية والتركمانية، وجزء من أيضا من إخواننا العرب في بعض المناطق.
يعني 51 سنة اغتصاب الأراضي، وصاحب الملك أمام عينه أرضه يزرع وهو واقع وهو محتاج، مرت فترة علينا فترة الحصار. يعني أصحاب الأراضي كانوا بحاجة إلى لقمة عيش هنية يأكلونها، وعندهم 200 دونم ولا 300 دونم، ومقابلة أكو ناس جابتهم النظام البائد من محافظات أخرى من العراق. وأنا عندي يعني معلومات دقيقة بالمستمسكات الرسمية، حتى عوائل من خارج العراق، والله يعني عوائل من خارج العراق جابوهم أسكنوهم بهاي الأراضي. يعني عقب 51 سنة واحد شقد بعد يصبر، شقد يصبر بعد حتى يرجع لحقه؟ والحق ما ممكن أن يضيع بتقادم الوقت، يعني مهما كان التقادم الوقت الحق سيبقى حق، مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: الحق جدير وإن طالت به الأيام، والباطل مخذول وإن نصره أقوام. فصاحب الحق يظل يطالب بحقه لو استمرت مئات السنين. احنا شيخ عذرا المقاطعة في هذه الحيثية بالتحديد. وجهة النظر الأخرى تقول لك يعني صار ظلم، تريد نفس الشيء الإقصاء بالإقصاء. طيب احنا هنا 50 سنة، أكثر من 50 سنة، يعني صار عندنا 3 أجيال، جد وابن وحفيد. زين 3 أجيال سكنت، 3 أجيال وين تروح؟ احنا دفعنا أجيال جدودنا وآبائنا ماتوا حسرة بهذا الظلم. أنا أجيب مثل بسيط. نعم. جدي الله يرحمه قبل ما يتوفى ب7 سنوات فقد نظره، ويظل لحد ما مات كل بين فترة وفترة يصيح لي: نجاة، الأراضي رجعت لو ما رجعت؟ أقول له: لا والله جدي. والله يقوم يبكي وهو عمي عن العين، يبكي دموعه ينزل. يعني بالتالي قبل ما يتوفى بسنتين 3 استخطيتها، أقول له: نعم جدي رجع، ويجي أشدد له مبلغ من المال، أقول له: هذا وارد مال هالسنة، عاد يبوسه ويخليه على راسه ويقول هذا الحمد لله. أجيال احنا دفعنا من الظلم. بعدين صاحب الحق يعني لو 100 سنة يستمر ما له علاقة بالموضوع، ولكن أنا أقول نعم، إخواننا العرب أيضا في الحالة مظلومين. الدولة مفروض تتبنى مشروع تعويض مجزي، إما بتعويضهم بأراضي زراعية في مكانات أخرى بالنسبة اللي منها الكركوك مثلا، ممكن في كركوك، ومنهم جاي من خارج المحافظة ممكن أن يرجع إلى محافظته ويعوضوه بقطعة أرض سكنية أو بمبالغ مالية مجزية، لأن أيضا احنا ما ننكر حقهم، من حقهم أن يأخذون تعويض مجزي، ومن حقهم أن يكونون ويعيشون عيشة معززين مكرمين حالهم حال بقية الناس. نعم. شيخ نصير، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنت اليوم أرض زراعية قاعد تزرع بيها، صار لك 50 سنة تأخذ محصولها إلك، وبالتالي من راح يتطبق القانون؟ راح نعطيك تعويض مجزي ونعطيك أرض زراعية أخرى، وصاحب الأرض يرجع لها، وكان الله يحب المحسنين. أستاذ عمار، هي الموضوع مو بهذه الطريقة ومو بهذه الصيغة. زين، هو القانون، الشيخ جناب الشيخ يقول صار القانون بنظام البائد. هو ما صار بنظام البائد، القانون قديم، قانون من عبد الكريم قاسم قبل لا يستلم النظام. هو صار قانون الإصلاح الزراعي، لأن واحد كان يزرع مقاطعات وهاي الناس كلها خدم وعبيد عنده. زين، أنا أسأل، هذا الأرض اشتراها بفلوسه؟ هو هسه أبو الملك يقول هذه الأرض مالتي، هو اشتراها بفلوسه؟ لو كانت هي خاوات كان يقول له: تعال خذ هاي المقاطعة، تعال انت خذ هاي المقاطعة. الأرض منين جابوها؟ اشتروها بفلوسهم؟ سؤال، أنا أريد أفهم هذا الموضوع من الشيخ. منين؟ نعم. إذن هو الأرض هي أصلا ليست هي موروثة، وإنما هي معطاة هبة من قبل الدولة. بالتالي أتت غير دولة مثل ما أعطتها أخذتها ووزعتها. أنا ما مشتريها بفلوسي وبحرمالي حتى أقول هذا ال1000 دونم. منو كان يقدر يشتري 1000 دونم؟ هم كانوا قطاعيين. تعال شيخ، أنت عندك زلم وعندك ناس وعندك، تعال افلح هذه، تعال خذ هذه هيك كانت أصل الأراضي. إذا ترجع على أصلها، أصل الأراضي هيك كانت. فمن انطوهم هذا الإقطاعين الأراضي وكمية الأراضي آلاف الدوانم، من جاء قانون الإصلاح الزراعي قال: ليش واحد مستحوذ على كل هاي الأراضي وكل واحد ماخذ له كم دونم، كل من يفلح قاعته هو يجي يتملكها
وتصير إلى صار قانون الإصلاح الزراعي وعاشت الناس بهذا الأمر. إذا تجي هسه طيب سؤال هنا يطرح سيد نصير. قانون الإصلاح الزراعي وتوزعت الأراضي الدولة، هل من وزعتها للعرب فقط أم للعرب والكرد والتركمان؟ لا، كل من ساكن ويفلح، كل من ساكنها ويفلح بغض النظر عن القومية. ماكو قومية اليوم والبارحة صارت القومية. الأرض لساكنيها، منو يفلحها منو يزرعها هو اللي أولى بها. فصار هذا القانون وعاشت الناس على حب الله، وعاشت على مثل ما يقول عيشة هنية. أسأل جناب الشيخ، أنا قبل العربان كانت بيت شعر على قولتك 3 أجيال، جد وابن وابن ابن. الجد هسه إذا تجي على جدي كان واحد هو وأخوه نفرين، هسه احنا فوق 150 زلمة. هذا 150 زلمة شلون نشيلها؟ شلون نطويها؟ وين نروح؟ قبل كان بيت شعر، طوي البيت، اخذ الدابة تكرمون، امش روح اسكن بالجبال، اسكن يم المي. هسه القوانين اختلفت اخي. انت تدري هذا القوانين بكركوك ايش راح يسوي؟ اكثر من 36 حي بكركوك، ذاك الحي كركوك ينشمل بهاي الاراضي. هاي الناس وين تروح؟ خلي نشوف في هذه النقطة شيخ نجاة، منين جتكم هاي القياعين؟ اشتريتوها من مال حر ام انه الدولة مثل ما هي انطتكم اياها هبة؟ تعال يا بت كنت تشتغل يمي، تعال يا بت قريب من السلطة، اخذ هاي ال2000 دونم، فبالتالي هي مو مال ابوك وجدك ومال مال حرك، انت اخذتها هبة وهم رجعت اخذتها هبة. الشيخ لربما بعده الشباب يعني بالعمر الاصغر من عندي، وانا يمكن هم ما وعيت هالموضوع. نعم. الاراضي من وقت الانجليز وقت العثمانيه وقبل، شلون هسه دوله نوبات عنده دائره تبيعها، مثلا عنده عماره تبيعها، كانت الدوله او عنده اراضي تبيعها، يعني اراضي دوله تنباع في مراحل الدوله تحتاج تنباع. هذول الناس قاموا يبيعون املاك الدوله، واللي كان متمكن اشترى، وقسم منها لربما جت هبه، ما انكر لربما جايتهم هبه من الدوله انذاك هبه، ولكن ما جاي هبه فقط للكرد او التركمان، هبه للكردي والتركماني والعرب كلهم سواسيه. بعدين قانون الاصلاح الزراعي سنه 1970، مو وقت عبد الكريم قاسم ما شمل هالمنطقه، قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 سنه 1970 صدر بوقت النظام البائد، ولكن أنا أعتبره أحد القانون للإصلاح الزراعي صدر آنذاك ولحد الآن أيضا. قانون الإصلاح الزراعي إجا طبعا ذاك الوقت اللي سموه مقطعيين، اللي عنده 50,000 دونم، قبل هذا القانون اللي عنده 30,000 دونم، اللي عنده 20,000 دونم. نعم، اجت القانون في هذه النقطة اللي عنده 20,000 دونم و30,000 دونم منين اجته؟ مو قلت لك يعني لربما قسم هبة من الدولة وقسم شروة يشترون من الفلاحين انذاك او من الدوله، دوله من تبيع املاكها. وقت العثمانيين صارت حاجه للمال، ايضا وقت الانجليز صارت حاجه للمال ومال يبيعون. نعم. انت اليوم هذه الحكومه تحكمك غصبا عليك، انت تقول حكومه بعد ما تقدر تقول لا. ولكن قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 سنه 1970 ما بقى هالحاله. قانون الاصلاح الزراعي عندما اتى جاء المزارع الرئيسي انطاه 300 دونم اراضي مرويه او 1500 دونم من اراضي الديميه، كل عرب كرد تركمان. سموها هذه في حقل المجنبه وسجلوه للملاك العربي والكردي والتركماني في دوائر التسجيل العقاري. ما بقى 20,000 دونم 30,000 دونم، هذه حاله انتهت بسنه 1970 71 قانون الاصلاح الزراعي من صار تطبيق. البقيه الاراضي سميت بأراضي المستولى عليها، سجلت باسم وزارة الزراعة ووزارة المالية، ووزعت آنذاك على الفلاحين الكرد والعرب والتركمان الأصليين الساكنين تلك المناطق مثل ما قال الشيخ. بس يعني اللي هو دا يزرعها يفلح بها. نعم، معلومات الشيخ مو دقيقة عندما يعني يتحدث عن قرارات مجلس قيادة الثورة يقول قانون الاصلاح الزراعي. قرارات مجلس قيادة الثورة جاءت في سنة 1975، يعني أراضي قانون الاصلاح الزراعي سنة 73 تطبيقه انتهى. بال 73 الدولة قامت بجلب عشرات الآلاف
من العوائل من محافظات أخرى وأسكنهم في أراضي المخصصة بموجب قانون الإصلاح الزراعي التي اكتسبت الدرجة القطعية تمييزا بموجب محكمة التمييز العراقية اللي وقت البعث ذاك الوقت. نعم. اكتسب درجة القطعية. الملاك اللي ينطوه 300 دونم أو 1500 دونم من الديمية من الكردي والتركمان قسم منها محوها خلاص. يعني 300 دونم يعني الناس ما بقى لهم ولا دونم، يعني عندنا ملاكين دونم واحد ما بقى لهم، اكو ملاك بقى له 25 دونم. يعني قانون قرارات مجلس قيادة الثورة مو قانون اصلاح زراعي، وطبقت فقط على الكردي والتركمان وهجرت القرى. يعني انت هسه من تاخذ ارضي ليش تهجر القريه؟ ليش تهدم القريه؟ قانون قرارات مجلس قيادة الثورة قانون جاء من اجل تغيير ديموغرافي في كركوك، ما بقى شيل الكرد والتركمان. يعني معقوله ليش ما شمل العرب؟ انا اسال الشيخ ليش ما شمل شيخ من شيوخ العرب ما اخذوا منه لو دونم واحد؟ ديره اذا يقول لي شيخ من شيوخ العرب بكركوك اخذوا منه دونم واحد، انا اقول نعم انت كلامك صحيح ومع احتراماتي له ومعلوماتك دقيقه. معلوماتهم من يقولون قرارات مجلس قيادة الثورة قانون الاصلاح الزراعي غلط. قرارات الاصلاح الزراعي وزع الاراضي بشكل عداله للكردي والعرب والتركمان، ما ظلموا احد. الظلم بدا بعد عام 1973 وقرارات مجلس قيادة الثورة بدات اصدارها من 1975 قانون لاجل تغيير ديموغرافي شمل القرى الكرديه والتركمانيه فقط وبترحيل القرى وتهجير القرى. نعم. شيخ اخذنا احنا الجانب السابق، خلينا نخصص الوقت المتبقي على آلية التطبيق، شلون راح يتطبق وشلون. نعم. اسال الشيخ. نعم. شيخ من يقول وزعوا العرب الساكنين آنذاك. أنا أسأل الشيخ هو صاحب ضمير من أهل كركوك ومن عشيرة عريقة من عشائر الكركوك، قبيلة عريقة من قبائل كركوك. مئات القرى ذاك الوقت من وزعوا قانون الاصلاح الزراعي سنة 70 71 كانوا موجودين من القرى العربية؟ موجودين. احنا عندنا بالهندية، أنا عندي بالهندية عمي أخذوا منه فوق ال1000 دونم، هسه ماخذينها العشائر الاخرى. هذا قانون الاصلاح الزراعي هو نفس الشيء. هذا يعني هم اخذوا من عندي قاع وانطوها للناس. نعم. انا جدي 60,000 دونم عنده اخذوا منه ما بقوا لهم 5,000 دونم. ماكو مشكله. هسه انا جدي من يضحك على قاع فوق ال1000 دونم يفلحها، خما يروح يهد على الناس ويطلعهم. بس هم اخذوها منه. هم منظر قانون الاصلاح الزراعي مو قرار مجلس قيادة الثورة. قرار مجلس قيادة الثورة سنة 1975 صدر. بعد يمنا احنا يمنا هسه يمنا قرى عشرات آلاف العوائل بالقرى اللي انت تعرفهم، اني ما اذكرهم، جابوا سكنوهم يمنا بال75 بال73 جابوهم هدوا بزروعنا، زروع بشهر الرابع، زروع وقت الحصاد جابوا الدواب تكرمون وجملهم وغنمهم، والله العظيم نفس الشيء احنا صارت عندنا بال 2003 هذا القاعان مالتنا. خل اخدمك، اخذوها هم من جو ما جو قالوا هاي القاع مالتنا وخلنا نتصافى، شتفوا الفلاحين العرب حطوهم جوا وراحوا كربوا. بس رجعتوا قاعكم لو ما رجعتوا بعد 2017 ما رجعتوا قاعكم؟ لا ما رجعناها. هذا اللي ما عنده طاب ما يقدر ياخذ حقه. الله خدمك. شوف من اخذوها وحصدوها، شوف الظلم من انت لا تحكي لي على الظلم. الظلم طرفين. انا زارع قاع ومشتف ودحق على الدراسه تحصد بزرعي والزرع لنا. انا مو بس انا هجروني، هجروا القرى، دمروا القرى. هو نفس التهجير ولحد الان 51 سنه 51 سنه الناس ما ظل عنده صبر. يعني لا ذمه ولا ضمير. والله الله يقبلها. ترى نعم. ترى شبر القاع كل واحد ظلم، إذا كان كردي، إذا عربي، إذا تركماني. صح. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استقطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة 7 أراضين. اسمح أسألك سؤال بس خليني أوصلك الفكرة. الدولة ولي أمر لو مو ولي أمر؟ لا، ولي أمر على الكل. ولي أمر على الكل. مو يجي ياخذ القاع العرب كل تركماني ويبقيك أنت كعربي. شيخ خل أكمل لك السؤال. الدولة مو ولي أمر. أنا من الدولة أخذت هذه الأراضي وعوضت صاحبها. ليش أخذت تعويض؟ أنت ما بس أنا أكمل. تعويض ما حد أخذها. معود يا تعويض دينار وفلوس ونص. يعني رحمة والديك شيخ. خل أكمل لك. أنت من أخذت التعويض ومشيت غير راضي. أنت كان ما والله راضي شنو يا أخوي غصبا. والله شوف أقول لك وحق رب العالمين دزوا على أمامنا محمد حمزة الزبيدي
دز على واحد من عمامنا قال له هذا تعويضك، تاخذه ما تاخذه تنسجن. قال والله لو تعدموني هذا الدوله اني اتبرع به، اتبرع به للدوله. قال ما اخذ تعويض. هذا صحيح. تعويض ليش؟ الله يحفظك شيخ، تعويض دينار يمنى، دينار و340 فلس، نص راحت للدوله. هو هذا القرار حتى المعوضين ما مشمولين. 650 فلس. نجي على هاي النقطه. شيخ انت قلت اكو تعويض، ما هسه بل ايضا نفس هالدوله اللي هي ولي امر في ذاك الزمان، ايضا هذه الدوله ولي امر وبيها ممثلين عن العرب، بيها ممثلين عن العرب وبيهم الخير والبركه، وكانوا حاضرين بمجلس النواب بالتصويت على هذا القانون. اكيد شافوا هذا القانون، شافوا ربعهم من العرب راح يتضررون او ما يتضررون. ليش قبلوا على اقرار هذا القانون؟ نقطة أخرى، ما أنت اليوم أيضا راح تتعوض، أنت اليوم أيضا راح تتعوض. راح أجي لك نقطة. نعم. نقطة، أنت قلت عندك ممثلين. نعم. أنا على شاشتك وأتحدى ممثلين العرب يطلع بتصوير أو يطلع بمقطع رافع إيده أو إصبعه موافق على هذا القرار. أتحداهم كل النواب العرب، لأن هذا الأمر إذا صح وصار ما يعتبرون ممثلين للعرب. لأن مثل ما قلت لك أخي العزيز، العربان كثرت والناس كثرت. أنا الواحد صار الزلمة صار هسه صار 100 زلمة أكثر. أنا وين أطوي هذه وأشيلها؟ والدولة منين تجيب لي تعويض؟ منين تجيب لي قاع لهذا الأمر؟ الدولة من شافت هذه الأمور والإقطاعية ونرجع عليهم، وواحد فالح له 1000 و2000 دونم، هذا الأمر ما يمشي. فالدولة حطت نظام وأنطت الناس. اكو امور اراضي، كلام غير دقيق شيخ، والله كلام غير دقيق ابدا، كلام مال الاقطاعيين غير دقيق هذا الموضوع. بس خليك ادمك شيخ. فانت من جيت اخذت تعويض. هسه انا عندي مثلا 120 دونم، بيش تحسب لي الدونم؟ اعطيني الدونم على 10 ملايين، اعطيني الدونم على 10 ملايين تعويض. انا لو منطيني على 10 ملايين قيمه 10 ملايين كان هسه ما طالب بيها. وانطيني قاع. هسه انا مو هيك، انا اجي خم اروح اشيل بيتي افلش واروح اقعد بجبال. هذا دوله، انت مو تقول دوله انت مو قاعد تقول الدوله ولي الامر. ذاك الوقت الدوله ولي الامر اخذوه ما قدرنا نحكي. هسه الدوله لا لو ما تعترفون بهذا الدوله انتم. لا نعترف. لا معناته ما تعترفون بهذا الدوله ولي امر. بس احنا الدوله هذه تقول احنا ما مع العلم هذا الدوله سووا قانون، سووا قانون قرار من البرلمان. ما يصير ذاك الوقت الدوله اللي تقول ولي امر شخص دكتاتوري فاشستي عنصري ذبح وقتل ونهب وسربت واعدم. ذاك الوقت بشخصة قلم شخص واحد ياخذ الالاف من الديوان. هسه برلمان وقانون، برلمان منتخب في هذا الوقت. برلمان مصالح، 3 حزم قرارات. برلمان منتخب يا معود. والله بس 3-4 من جماعتكم ما صوتوا. ترى كركوك، ترى روح شوف برلمان العرب الرمادي ديانه كلهم صوتوا. الرمادي ناس مصالح على مصالحهم شيخ، على مصالحهم. شيخ نقطة رئيسية. اليوم القانون تصوت عليه خلص، أصبح اليوم القانون ننتظر آلية التطبيق. اليوم شلون راح تكون آلية التطبيق؟ احنا ما مستعدين على أي آلية. إذا يريد يظلمون الشعب العربي بكركوك ويدوسون، ومن أنا أقول لك من بيوتنا وأراضينا على المقبرة، خلي يودونا قبر. هل هذا القانون راح ممكن يهدد السلم المجتمعي في كركوك؟ اكيد يهدد السلم المجتمعي. اكيد انا والشيخ هسه جاي نشرب شاي على طاوله، اذا اروح على بيته اقول له اطلع من البيت يقول لي تعال تريق، طبعا يجر الفنقه ويضربني في شقه. حشاك شيخ نجاة، شلون ما يهدد خلي نشوف لنا فد حل بديل. اليوم العشائر الكرديه او التركمانيه اغلب القانون يشمل العشائر الكرديه. اليوم ليش ما نسوي فد لجنة مصغرة ممثلي شيوخ العشائر قبل لا نبدي بآلية تطبيق القانون من الجهة القانونية؟ واليوم الشيوخ العشائر تقعد ويا الناس اللي قاعدة بهاي القياعين وتحاول أن توصل وياها إلى صيغة حل تتفق من خلالها، بالتالي ترفع هاي صيغة الحل للقانون وتقول لهم يابا اتفقنا على 1 2 3 هذا الحل يرضي الجميع. قبل ما اجاوبك على سؤالك، نعم. الشيخ ذكر قال اكو احياء بمدينه كركوك مشموله بهذا القانون هسه. نعم. اي حي مدني او منشاه
عسكريه او نفطيه او اي منشاه حكوميه مستخدمه للنفع العام ما مشموله بهذا القانون. يعني البيوت اللي قاعده بمناطق سكنيه ما مشموله بالقانون. القانون فقره بيقول يستثنى الاراضي المخصصه للنفع العام، سواء كانت سكنيه، سواء كانت مستشفى، دائره حكوميه، معسكر، مخصصه للشركات تخص النفطيه، النفط، ابار نفط، ما مشموله، مستثنى، هذه تماما مستثنى. فقط الاراضي الزراعيه اللي مزروعه. نعم، اراضي اللي مخصصه للزراعه. نعم. بالنسبه لما تحدثت به جنابك وسالت، هذه ننتظر احنا اول مره اليه تطبيق القانون. هذا القانون راح يصير رئاسه الجمهوريه راح يصير يصادق عليه برئاسه الجمهوريه، بعدين تنشر بجريده الوقائع العراقيه، يصير قانون. آنذاك مجلس الوزراء العراقي راح يصدر تعليمات لتنفيذ مضمون هذا القانون، اما عن طريق القضاء يصير لربما، او عن طريق لجان تنفيذيه. نعم. بعد ما تنتهي اللجان التنفيذية او القضائيه من هالموضوع، مثلا يجيبون قطعه رقم 1 مثلا كمثال لسبيل الحصر للمثال، يعني مثال قطعه رقم 1 يجيبون اضبارته، هذا ما معوض، ما مستخدم للنفع العام، نعم هذا يرجع لزيد وعبيد وعلي وولي 4 مثلا. قطعه رقم 2 لا، هذا طلع عنده تعويض. طيب بس على نقطه نجي شيخ، يرجع الى زيد وعبيد، يجون زيد وعبيد يقولوا له تفضل اطلع ناخذها. تسمح لي انا ذاك من صار مثلا قطعه رقم 1 قلنا رجع لعلي وزيد وعبيد، نعم، لاصحابه. انا ذاك وزاره الزراعه نعم عليها ان تقوم بالغاء العقود المبرمه على هذه الارض، وتبلغ الفلاحين على هذا الارض واللجان. انا ذاك حسب القانون الشيء المعوض او المخصصه للتعويض، سواء كان مبالغ ماليه، هذه الدوله تتبناه بعد، هذا مو اختصاص صاحب الشان، لا من هذا الطرف ولا من ذاك الطرف. مثلا نعم. مبلغ التعويض او الاراضي الزراعيه اذا نريد نعطيه، هذا مو من اختصاصنا، اختصاص الدوله. بعد ما ينتهي هالموضوع، مدير الزراعه او وزاره الزراعه تقوم بالغاء العقود، الغاء العقود وتبليغ الفلاحين يا بعقودكم اللغت وطاب ورجع لفلان وفلان. انا ذاك نعم. ممكن هذه الحاله موجوده. يعني هسه احنا كعشيره الطلبانيه حوالي 50,000 دونم عندنا بهذا المناطق. من هنا أنا وباسمي ونيابه عن عشيره الطلبانيه اقول احنا ايدينا ممدوده، نقعد وممكن نتفاهم على موضوع كيفيه زراعه الارض، ممكن نتفاهم على طريقه اللي ممكن احنا طرفين نستفاد من هالموضوع، بشرط احنا مو اقول لك اني اسوي شيء يخالف القانون، لا، ولكن كمستقبليه ممكن لسنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، ممكن انا وياك نتفق مثل ما انت عندك بيت وتاجرني بيتك وتتكاتب وياي، انت مستفاد وانا مستفاد. هذه الحاله ممكن تصير في كل العشائر. نعم. هو كان يفلح هسه الفلاح. نعم. واني فلحت، كان بيدي وملك ابائي واجدادي، مو بس صرت فلاح، صرت مهجر، صرت مطرود، صرت ما حد يقول لي مرحبا، صرت منبوذ، ما يخلوني ادخل حتى المنطقه يا اخي. انت اذا هسه يستلموا وايضا ممكن شرائها من الشخص، لربما اكو ناس لربما، بس والوضع انا استبعده خلاص. يعني نعم. ومن ماخذ قرار محكمه. هل القانون مربوط شرط تاخذ الارض الا اتعوض اني؟ طيب اني اذا ما تعوضت اني، هذه الدوله يتبناه هذا موضوع. لا ما مجبر يعوض، الدوله ما مجبر تعوض، تقول لك انا انت اخذت منك الارض ومشكلتك انت راسك بالحال. دولة مثل ما جاء بالقانون حسب فقرات القانون وتفسيرات القانون شلون راح يفسرونها. مثلا جهات اختصاص، هذا الشخص شيء يحتاج، يعني شيء يستحق من التعويض، هذه الدولة تتبناه وتعمل. نعم. النقطة الأخرى ذكرت النقطة الأولى التعويض. نعم. راح يكون ناخذ من الشخص، ويجي الشخص أصحابه الشرعيين يقدم المستمسكات إلى أنه هذا من وإلى هذه الدونمات هي تابعة إليه، وبالتالي ممكن أن تتفاهم مع الساكنين. قد يكون يزرع وبالتالي المحصول بالنص، أو فد صيغة مشتركة عقود لمدة سنة 5 سنوات، أو وارد. كل شيء وارد بعد آلية التطبيق. نعم. شيخ، ممكن مثل ما ذكر الشيخ نصير
يكون هناك رفض لتسليم هذه الأراضي، وحتى رفض هذا بالتالي راح احنا نطب بمطب محلو ممكن يهدد السلم المجتمعي في محافظة كركوك، وكركوك ما ناقصة مثل هيك. احنا بالنسبة احنا ككرد نعم ما عندنا استعداد ولا مفكرين في يوم من الأيام بأن كلمة جارحة يطلع من عندنا باتجاه المقابل. ذاك الوقت نلجأ إلى القانون، قانون محاكم مدنية موجود، نلجأ إلى القانون. ما عندنا استعداد احنا لا نسوي سلم مجتمعي نخرب السلم المجتمعي، واليوم نعم. دولة مسيطرة على الوضع، واليوم اكو قانون بالعراق. نعم. اروح للقانون انا ذاك من الطابو يصير بجيبي، ما نرجع للقانون. ذاك الوقت الطرف نعم. المقابل ممكن يدافع عن نفسه. نعم. خلينا نشوف شيخ نصير. شيخ نصير، الكرد والتركمان يقول احنا لا نواجه ولا راح ندوخ نفسنا، احنا عندنا قرار بدينا، بالتالي انت اللي راح تواجه الدولة مو اني، ولا راح تواجهني، لانه اليوم الدولة، طيب انت ممكن تطلع مظاهرات على الدولة، الدولة هي اللي راح تجي تاخذ القاع، مو الكردي ولا التركماني. اكيد انا من اقول هيك نعم. ما اقول كشخص نعم. صاحب الارض هو اسوي يوم، لا، حتى الدولة من تجي تاخذ ارضي ما تاخذها برضاي، الا تدوس علي يلا تاخذها. زين انا معمر بيتي ومعمر دنيتي ومرتب حالي، راح تعطيك فلوس؟ ما تنطيني فلوس، وين تنطيني؟ خلي اسراف تنطي فلوس هذول الفاين حظهم والرعايل 150,000 قصوا رواتبهم وما عندهم رواتب، منين تنطي الدوله؟ اصلا الماليه مفلسه، تجي على الماليه درهم ما تنطي تعويض. هسه روح تعويضات داعش، تعويضات بسيطه لسه ما اخذوها تعويضات. الدوله ما مستعده بهذا الوقت تعوض هيك كميه من الاموال حتى تمشي هذا القرار. بس الشيخ إذا على قرار التعويض، تعويض ماكو تعويض. شيخ نعم. هذا المشروع مشروع حكومي بالاساس جايه من الدوله. دولة لو ما عندها استعداد تعوض ما كان هذا مشروع. يعني من ضمن هذا المشروع استاذ محمد تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، يعني الطرف رئيسي ب أنا الشيخ صياغة هذا المشروع. هو التصويت، وزير المالية ومجلس الوزراء صار بها تصويت. صحيح. مجلس الوزراء، مجلس الوزراء ملزم بالتعويض. التصويت ما أخذ أكثر من 5-6 دقائق، بس زلمت اللي يطبق على الأرض. تعال طبق لي على الأرض، هذا التطبيق جدا صعب أخي. مثل ما الدولة أنت مجلس الوزراء قرارات بالبرلمان صارت مصالح شخصية، تصوت لي على هالقرار اصوت لك على هالقرار. يا لا عاد بالبرلمان صار. قلت لك بوقت صدام بشخص قلم اخذوها، بشخص قلم دمروا قرى، بشخص قلم هجروا الناس. اذا تجي هذه الجلسه غير شرعيه، لان ماكو تصويت على حزمه قرارات بوقت واحد، انت ما تعرف من اكو طعن تقدم قدم طعن اكيد. نعم. والنواب قسم من نواب العرب قدموا طعن على بخصوص هذا القرار. من حقهم هذا قانون. بصراحه شيخ نصير، مدى إمكانية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟ صفر. ما عندنا أي ماكو أي احنا كعرب ما عندنا أي خيار، يعني ما نقدر، لا تفاهم سياسي ولا تفاهم عشائري، أرضنا ما نتنازل عليه. ما مخلين ببالكم كخطة بديلة في حالة طبق القانون؟ أخي ما عندنا أي خطة، أخي ما عندنا أي خطة. احنا العرب ايش ظل علينا؟ من 2003 تهجير وقتل، وبعد بيوتنا ما رجعناها. هسه بعد اكثر العوائل العربيه قاعده بخيم، ما رجعت لبيوتها، بيوتها مفلشه. روح شوف الملتقى، روح شوف قرى انت تعرف، شوف قرى القضاء، بس اسمع لي، قرى القضاء، قرى ملا عبد الله، كلها مفلشه تراب. يا غير جاكم داعش دخلوا دواعش، صارت بها معارك وصارت بها قصف وصارت بها طيران. انا اقصد اذا هذا تحدث عن 4500 قريه كرديه تفلشت لحد الان ما مبنيه. اقصد الدوله من تعوض، خلت تمشي لي هذه اول مره. اذا الدوله تريد تقعد العرب بخركوك بخيم، خلي يحضرون لنا خيم. والله انا مو دوله، ما من ضمن القانون ايضا هو تعويض بالزراعه، تعويض ايضا فيما يخص الابار الارتوازيه، كلها سوف تعوض، كلها سوف تعوض من ضمن القانون. شيخ اخي ماكو تعويض ماكو. انت سالتني على تطبيق القرار، من الصعوبه تطبيق القرار. التصويت على القرار سهل صحيح، التطبيق جدا صعب. الخطوة القادمة لكم، الخطوة القادمة في حال أصبح القانون ملزم وردته المحكمة الاتحادية وبالتالي بدأت إجراءات التطبيق،
والله احنا بالنسبه لنا هسه رجعنا للقانون للمحكمه، طعن بهذا القرار، والقرار بعد ما تطبق ما عندنا خيار اخر، احنا قاعدين ببيوتنا، واذا تريد الدوله ما تعتبرنا كشعب وتلغي هاي القرارات وتظلمنا وتدوسنا وتهجرنا وتقتلنا، الدوله هي ابو والابو يمون على ولده. شيخ، مدى امكانيه تطبيق القانون؟ هل ممكن من القانون سهوله يطبق على ارض الواقع، خاصه وان هناك آلاف من المتضررين سيقع عليهم في هذا القانون، بالتالي يقول لك انا ما اعرف اعيش بغير مكان، انا بغير مكان ما اعرف اعيش، احنا صار لنا 50 سنه هسه سواء هاي القاع شنو 50 سنه؟ احنا من جداد وجداد ما نعرف نعيش بغير مكان وهاي القاع مالتنا. هسه الشيخ نعم ماني واثق، هو ما اظن يشمله القانون، يعني القانون يمكن ما عنده شيء يشمله، وهذا القانون ما يشمل كل العرب بكركوك، يعني لا يضخمون المسألة. عدد المتضررين شيخ نصير ايش قد؟ اخي هذا يشمل العرب الوافدين، عرب الوافدين الله يخليك، ما يشملك انت اللي جابوهم من محافظات اخرى، من قسم داقوق 50,000 دونم، داقوق 50,000 دونم، ما بيها عربي اصلي بالمنطقة، كل عرب وافدين يا اخي. بس خليني اوصلك الفكرة. لا مو انت قاطعتني، انا مقاطعتني، ما يشمل العرب الاصليين، ما يشملك اخويا. منين وافدين؟ ياك منين وافدين؟ يعني والكلام بيا قرار رايح، بيا قرار رايح، بس قول لي اذكر لي القرار. التركمان مو صار اذكر لي القرار، اذكر لي القرار. عدد المتضررين ايش قد؟ نزلوا القائمه، بل العدد اكثر من 12,000 فلاح بس الفلح، ما عدا عندك 300. نعم هناك بيانات حتى للمجلس العربي وغيرها بأن العدد بال 300,000 شخص سوف يتضرر من هذه. اكيد يعني حتى المقاطعات اذا انت بالاصل 3000 وكسر عقد عليه قرارات مجلس الثوره. ملا عبد الله من الوافدين. هاي العقود انلغت سنه 2007 بقرار مجلس الوزراء العراقي سنه 2007، اجتماع استثنائي في سنة 2007 ألغى جميع العقود المبرمة على الأراضي التي استملكتها أو صادرتها نظام البائد، العقود حتى العقود انلغت، ولكن بعد 2007 قسم من هذا العقود يعني تم تجديدها بمخالفات قانونية صريحة في كركوك عن طريق مديرية الزراعة وعن طريق كتب نعم. مديرية الزراعة. نعم. بس شيخ حتى باقي لنا 3 دقائق 4، المناطق مين تبدي اللي راح تعد؟ يعني انطينا فد خارطه نعم. فد خارطه ذهنيه. منطقه سرقران نعم، تنزل جوا الى دبس، نعم هذه مناطق مشموله، وتنزل جوا الى مناطق طوبزاوه نعم. كركران يايتشي، حتى ملا عبد الله مشموله. ما اظن ملا عبد الله قال مش خيال ثوره. ليلان لا ما بيها. ليلان جزء بسيط من ليلان وداقوق، تنزل جوا قسم من مناطق طوس خرماتو، يعني ينتهي بنهايه طوس خرماتو هذه القرارات اللي تشملها في قرارات مجلس الثوره. نعم، هاي الخريطه اللي جنابك ذكرتها الاغلبيه عربيه؟ كلها عربيه. لا مو كلها اكثرها يعني اقل. بالنسبه للاراضي معطاه كل للعرب نعم. ولكن هم سكن احنا مناطقنا قرى كرديه، اراضينا ماخذين كلها 4 قرى عربيه، يعني 9 قرى كرديه اراضيها رايح ل4 قرى عربيه. نعم. متفائل ما راح يهدد السلم المجتمعي؟ لان احنا نعم. طرف الكردي، وانا يعني يسمحوا لي اخوه التركمان ايضا نعم نتحدث بهالموضوع، ما نسمح ان يتهدد السلم المجتمعي في كركوك، فقط نلجا الى القانون. نعم، مخلين ايضا في بالكم ممكن يصير فد قاعده عشائريه عربيه صلح او ما بيناتكم حتى لا توصل الامور الى نعم لا يحمد عقباه. بعد نعم. تطبيق القانون وانتهاء من اعمال اللجان، ايدينا ممدوده نحن. ليش تمد ايدك؟ انت ماخذ القرار، ليش تمد ايدك؟ نتحدث عن فيما يمكن فعله بعد تطبيق القانون. نعم. شيخ في كلمه اخيره، متفائل بالقادم ام انتم ما لكم غير حل 50 سنه اجيال قاعدين بيها وبالتالي ما ممكن تتركون الارض؟ احنا طبعا اكيد، بس انا جناب الشيخ خوش يقول كلام، انت ليش من تجيب القرار وتاخذ القرار وتجي تفتح ايدك؟ انت من هسه افتح ايدك، من هسه افتح ايدك وتعال شوف العلم، يعني تقبل حضره يقعد بقصر وانا اقعد بخيمه على اي اساس؟ على اي اساس؟ مو ظلم لي، مو اقصاء لي، مو تكذب لي. انت هسه
هسه عندنا استعداد نقعد قبل تطبيق القرار، عندنا استعداد نقعد، بس والله ما تلقى واحد عربي عنده استعداد يمد ايده لهالشغله. واني قدامك امام الاعلام وامام العالم اقول احنا عندنا استعداد باكر نقعد من هسه حتى نرسم خريطه للمستقبل لهذا الموضوع. من باكر قعدنا اكثر من مره قعدنا. لا اسمح لي، ما قعدتوا ولا مديتوا ايديكم يوم واحد. خلى خدمك سرقران قالوا تريدون تعويض، تريدون ما تريدون لا تسولفوا، قلنا لهم ما نريد تعويض. شيخ تسمع يعني لا تتعويض لا تناقشني، ما اريد تعويض. من 2005 عندي قرارات هي دعاوى الملكيه، انا ماخذ بها قرار ومكتسب درجه قطعيه من 2005 لحد الان. اخواننا العرب غاصبين، ما عندهم استعداد ينطونا لو دينار واحد طابه بجيبي. ما عندكم استعداد انتم تقعدون بهالموضوع ابدا. احنا قعدنا واخر شيء يا تعوض، قلنا لهم ما اريد تعويض، قالوا ويا القانون. احنا ويا القانون حتى هم احنا السرقران اكتسبنا بعد صدور القانون، اكثر الاراضي اكتسبنا بعد صدور القانون يصير الشغله اسهل، يصير القاعده اسهل، يصير التطبيق. وايضا مبادره من الشيخ نجاة الطلباني بان اليد ممدوده. انا اتحدث عن داقوق، يعني نعم. داقوق بالنسبه الاراضي اللي تخصكم الطلبانيه. نعم واكيد نتمنى ان مثل هكذا مواضيع ما تهدد السلم المجتمعي في محافظه كركوك، وايضا ان تصل جميع العشائر العربيه والكرديه والتركمانيه الى صيغه حل حتى تحفظ كرامه ومعيشه كريمه وتحفظ الدماء، وهذا ما نتمناه دائما. جزيل شكر موصول لك الشيخ نجاة الطلباني ممثل الفلاحين الكرد، شكرا لتلبية الدعوة وانضمامك الينا. وايضا الشكر موصول لك الشيخ نصير الجبوري، شكرا لتلبية الدعوة وتحياتنا ومحبتنا. واعتذاري للشيخ هذه طبعا في مجال المناقشه ربما اكيد يبقى الود محفوظ والجميع محفوظين. ايضا مشاهدينا الكرام الله يخليك، مشاهدينا الكرام ايضا الشكر موصول اليكم، ونلتقيكم في محاور اخرى وحلقات اخرى ومواضيع اخرى. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.